السلام عليكم طلاب العراق. خبر مهم جدا من وزارة التربية العراقية لطلاب السادس اللي جاي يأدون الامتحانات الوزارية لهذا العام، عام 2022. طبعا وزارة التربية العراقية عن طريق الوزير اليوم أثناء تجواله بالمراكز الامتحانية وضح وبشر الطلاب على موضوع التصحيح، وقال من خلال تصريح له أنه اللجان التصحيحية ولجان الفحص والتدقيق تمتلك من الأمانة والحرص على التأكد والحفاظ على مجهود الطلبة الدراسي من دون غبن لأحد. هذا كلام وزارة التربية العراقية. نتمنى احنا من وزارة التربية انه ما تظلم اي احد بالتصحيح، لان بين فترة وفترة يعني بالامتحانات يسمعون انه اكو طلاب كانوا متوقعين درجات وتجيهم درجات يعني ابد ما متوقعيها، يعني اقل من اللي متوقعيه فيعترضون. فنتمنى انه كل طالب ياخذ حقه، يعني الطالب اللي مجاوب ويتوقع درجته يعني بالثمانين بالتسعين تجي مثل ما متوقع إذا كانت إجابته الصحيحة، وماكو ظلم لأي أحد إن شاء الله. أكيد إحنا راح نوافيكم بالأخبار أول بأول على قناة.